وصفتنا اليوم كيك التمر. بصراحة كتير الوصفة خطيرة وكتير سهلة وكتير سريعة. أنا عملتها بقوالب المدورين، أنتوا بتقدروا تعملوها بأي قالب. حطيت مي مغلية وتمر، غليوا شوي على الغاز، يعني تقريبا 3-4 دقايق، تركتهم يبردوا. بالخلاط حطيت البيض، الفانيلا، السكر وزيت الذرة، وخلطتهم مع سوا زي ما شايفين. اخلط يلي بتخلط. بيكون طبعا برد التمر، ولاحظوا كيف تهرس. بضيفه فوقهم بعد ما اخلطهم، بحط الطحين، وفوق الطحين بحط البيكنج باودر. زي ما انتم شايفين، اسهل من هيك حكي فاضي. وبعدين بضيف الخليط فوقهم، وبتختاروا القالب اللي بدكم اياه والمكسرات اللي بدكم اياها. انا ضفت صراحة هون كاجو، بتقدروا تحطوا جوز عين الجمل. اخترت القالب هذا المدور، وصراحة ما رشته كتير زيت فلزق شوي معي. اخترت هدول الصحون، حطيت الكراميل رح احطه بالفيديو اللي بعده. ولاحظوا كيف زينتهم، نقطة كراميل فوقهم وحبة بيكان، وباي باي خطيرة.